اسأل قلبك، ايه اكتر شعور بيتمنى يعيشه من غير خوف؟ يمكن الأمان. الأمان اللي يخليه ما يفكرش كل شوية مين هيمشي، ولا يخاف من التغيير المفاجئ في القلوب. اسأل قلبك اللي نفسه في شخص قربه يريحه بدل ما يحيره، في قرب يطمنه مش يرهقه، قرب ما فيهوش شد وجذب ولا قلق ولا عتاب ولا لوم ولا انتظار طويل يوجع الروح. اسأل قلبك قد ايه نفسه يرتاح من التفكير الزايد، ومن محاولة فهم كل تصرف وتحليل كل رد فعل، ومن خوفه الدايم ان اللي بيحبه يتغير فجأة. يمكن قلبك مش طالب حاجات كبيرة، هو بس نفسه يحس انه مطمن، ان في حد وجوده ثابت وكلامه حقيقي وحنيته مش مؤقتة. اسأل قلبك، انت اخر مرة حس ان الحب مش معركة، مش اختبار لازم ينجح فيه علشان يتحب، ولا مجهود مستمر علشان يفضل مرغوب. اوقات كتير القلب ما بيكونش محتاج وعود، هو محتاج شعور انه محبوب وهو على طبيعته، من غير خوف ومن غير ما يمثل القوة طول الوقت. اسأل قلبك ايه اللي خلاه يخاف يثق حتى في كلمة حلوة، لأول ما يسمع وعد أو يشوف اهتمام يحس بخوف بدل ما يفرح ويطمن. اسأل قلبك كم مرة صدق كلام متعلق بيه وفي الآخر اكتشف إن الأفعال ما كانتش شبهه. أوقات كتير المشكلة مش في الكلام، المشكلة في الخيبة اللي حصلت بعده، لما حد يطمنك وبعدها يختفي، أو يقول إنه باقي ويسيبك أول ما تتعلق. اسأل قلبك هو فعلا بقى ما يصدقش، ولا بس تعب من إن كل مرة يفتح فيها بابه يدخل منها وجع جديد. علشان كده بقى يشك حتى في الحنية، يسمع الكلام الحلو وهو مستني نهايته، ويفكر 1000 مرة قبل ما يصدق أي مشاعر. بس الحقيقة إن مش كل الناس شبه بعض، ومش كل كلمة حلوة وراها خذلان. يمكن قلبك بس محتاج شوية وقت علشان يصدق إن الأمان ممكن يكون حقيقي المرة دي. اسأل قلبك ليه بتدي الناس أعذار أكتر ما بتدي نفسك راحة؟ ليه كل مرة حد يوجعك تحاول تبرر له بدل ما تزعل منه؟ اسأل قلبك كم مرة اديته عذر وقلت يمكن مضغوط، يمكن مش قصده، يمكن الظروف، بس ما سألتش نفسك مرة وأنا مين هيفهم تعبي؟ أحيانا القلب اللي بيحب بصدق بيتعب وهو بيحاول يشوف الناس بصورة أحسن من حقيقتهم، يفضل ماسك في الأمل حتى لما الأذى يبقى واضح. اسأل قلبك ليه دايما بتسامح بسرعة؟ يا ترى خوف من الخسارة، ولا لأنك اتعودت تتحمل فوق طاقتك وتتنازل؟ المشكلة إن كترة الأعذار بتخلي الإنسان ينسى نفسه، ينسى إن الزعل حقه، وإن الراحة النفسية أهم من أي علاقة بتستنزفه. اسأل قلبك إمتى آخر مرة اخترت نفسك مش بأنانية لكن رحمة بيها من التعب اللي محدش شافه ولا حسه؟ اسأل قلبك هو فعلا ناسي، ولا بيتظاهر بالنسيان علشان يكمل؟ في ناس مننا بتبان طبيعية مع إن جواها كلام ومشاعر لسه بيوجعوهم. اسأل قلبك هل النسيان فعلا سهل، ولا احنا بنتعلم بس ازاي نخبي الوجع وراه؟ في ناس بتضحك وهي مكسورة وتقول انها اتخطت ونسيت وهي لسه كل ليلة بتفتكر، مش لانهم كدابين ولا ناسيين، لكن لان الحياة وهم فاهمين ما بتقفش على حزن حد. اسأل قلبك كم مرة حاول يبان قوي وهو تعبان، وكم مرة قال عادي بكرة هنسى، بس علشان ما يفتحش باب للوم ولا العتاب. أوقات كتير الإنسان ما بينساش، هو بس بيتعود يعيش بالوجع جواه، بيتعامل يشتغل يضحك ويتكلم ويخرج، لكن في جزء ساكت جواه لسه موجوع. اسأل قلبك يمكن مش مشكلته إنه معرفش ينسى، يمكن مشكلته إنه عمره ما أخد فرصة يتعافى فعلا، والفرق كبير بين اللي نسي واللي تعب لدرجة إنه بطل يحكي. وفي الآخر اسأل قلبك كم شعور عايشه لوحده من غير ما حد يحسه، وكم مرة حاول يبان بخير بس كان محتاج حد يحتويه تعبه. يمكن احنا مش بنتعب من الحب نفسه قد ما بنتعب من الخوف والخذلان وكتمان اللي جوانا، بنتعب من الحروب اللي محدش شايفها غير قلوبنا، والرحلة لسه مكملة، لسه في أسئلة كتير بنهرب منها، ومشاعر بنحاول نفهمها، وحاجات جوانا بتوجعنا من غير ما نعرف نشرحها. الحلقات الجاية يمكن تقربك من نفسك أكتر، ويمكن تخليك تفهم ليه قلبك بيتصرف بالطريقة دي طول الوقت. استنى باقي الحلقات، يمكن وسط الكلام تلاقي جزء منك كان محتاج حد يفهمه. بس الأول اسأل قلبك.